النهارده مشاهدينا من خلال برنامجنا على ارض مصر هنقدم لكم كتاب ممتع جدا ورائع جدا بيتكلم على واحده من العبقريات الشهيره جدا لدى المصري القديم، خصوصا العبقريات العلميه، وهو الطب لدى المصري القديم. للبروفيسور جون نان. هو كتاب يعني يمكن عامل تغطيه شامله للطب بصفه عامه لدى المصري القديم، سواء اذا كان في تشخيص الامراض، شكلها كان ايه، وصفها كان ايه، المأكولات اللي ممكن تأثر في الشفاء او تسبب الامراض، الادويه اللي كانوا بيستخدموها ايه، وطبعا فكرة الجراحة لدى المصري القديم. كتاب ممتع جدا هنتابعه على مدار حلقتين من خلال برنامجنا على أرض مصر. الكتاب ذات نفسه مقسم بشكل حلو قوي، بشكل منهجي وبشكل مبسط الى عدد من الفصول. في فصل بيتكلم فيه عن البرديات الشهيره الطبيه. ممكن ناخد أيوة. والبرديات الطبيه ديت زي برديه مثلا إبرس، ودي من اهم البرديات الطبيه. تمام. ايضا بيتكلم على الاكل. يعني عجيب جدا ان انت تيجي تتكلمي على الطب وتقولي ايه كمان المصري القديم. دي لا، دي زاويه ما كنتش بفكر فيها. لا، هو فكر فيها. اللي هو دلوقتي معموله موضه ان انت صحتك من اكلك. هو دلوقتي برضو بيتكلم على ان هو هيشرح ان هم كانوا عارفين ان في انواع من الاطعمه ممكن ان هي تزود المرض او تعمل عمليه استشفاء. والمصري القديم استخدم بعض الاطعمه في العلاج. يعني ان هو بيعالج بالاكل. تمام. وده برضه زي ما حضرتك بتقولي حاجه 2000 يعني بالظبط كده. اتكلم ايضا على الميديكال بابايراي او بابايري عشان الناس اللي بتتكلم انجلش. الاثنين صح بالمناسبه. لما تيجي تجمعي كلمه بابايرس اللي هي اصلها الاصل كلمه بيبر اي ورق. يعني الكلمه الانجليزيه متاخده من الهيروغليفيه بتاعتنا. اذا الهيروغليفيه اثرت على الانجليزيه ايضا. في برديه شهيره جدا اسمها ادوين سميث، وفي برديه اسمها انستازي وابرز زي ما اتفقنا. ولكن هنا انا لازم اعمل مداخله مصريه بقى من قلبي، من حبي لارض الكنانه. عيب قوي يا اجانب ان انتوا تشتروا البرديه من مصر من ضعفاء النفوس. ايوه. وعيب قوي ان انتوا تذاكروها وتدرسوها وتترجموها وتعملوا عليها الكتب وتعملوا عليها الدراسات، وبعدين تدوها اسم اجنبي للراجل اللي اشتراها اللي ترجمها او ابدا. ده اللي اشتراها. ده اللي اشتراها. يا ريت اللي ترجمها وعمل مجهود. يعني انما ده اللي راح اشتراها او طلعها او هربها بره البلد بطريقه. يعني ادوين سميث وابرز والناس ديت مين دي؟ هل البرديه دي بتاعت ادوين سميث؟ يعني ما هياش كمان للباحث او اللي ترجم او لا، اللي هو وبينه اللي اشتراها. وبينه وبينك حتى. يعني انا من الناس اللي يقول لك ايه غلطتنا يا استاذ، بس غلطتنا ان احنا نبيع ضعاف النفوس اللي بيبيعوا تاريخنا. هنقول ايه يعني؟ في حته حلوه قوي عن الاناتومي. في فصل حلو قوي عن الاناتومي وعن التشريح وعن الجراحه. ومن التشريحات عامل نان، بروفيسور نان زي ما انا بحب اسميه. بروفيسور نان عامل 3-4 صفحات راسم فيهم الاجهزه والاعضاء بتاعت جسم الانسان من اول الراس المخ حتى اخمص الغداء فوق كمان. يعني فوق المخ جايب الجمجمه وجايب القطعه بتاعت الجمجمه واجزاء الجمجمه. طيب ده طبيا مفهوم ان انت تطلعي وتشرحي وترسمي. اللذيذ اللي عمله نان بقى ان هو مدي الاعضاء ديت كلها الاسماء الهيروغليفيه اللي سماها المصري القديم. يعني هو دلوقتي ده الكلام ده كله وصل له من خلال البرديات. يعني هو فعلا في برديات مصريه دلوقتي والنصوص عامله التشريح ومرسوم فيها التشريح احلى بقى عضو انا حابب المصري القديم وهو بيتعامل معاه. عضو في منتهى الذكاء، الذكاء الطبي المصري القديم. جاي على المعده وسماها إيب بالهيروغليفي. طيب لو حرف الراء. الراء هو الفم.
انت عندك بتسمي دلوقتي فم المعده، لا المصري القديم سمى المعده فم القلب. ده حاجه يعني زي ما احنا بنقول كده حكايه يعني حب للاكل وحب للطعام، ولا علشان في بعض الامراض اللي لما بتصيب المعده فعلا ممكن تكون مؤثره ومؤلمه للقلب؟ الثانيه ده كان تحليلي انا، بس ده تحليل شخصي، ربما يكون صح ربما يكون غلط، لكن انا حابب التحليل الثاني اللي هو ان في الام المعده إن كل ما ممكن تكون مؤثره في ده القلب، بيأثر على قلبك. يبقى اذا المصري القديم وصل، اذا صحت نظريتي وممكن جدا تبقى غلط لان انا مش طبيب، ان هو عرف ان كل شيء بيخش في المعده يؤثر على القلب. وبالفعل افتكر دي طبيا مظبوط. طب ما ده خلينا بقى نتكلم على الباب اللي قلت عليه، انا حابه اعرف المعلومات اللي هو بيتكلم عن الطعام المؤثر في الصحه، سواء اذا كان بيساعد على الاستشفاء او بيمرض. شوفي هو جاب صور كمان حلوه قوي. من ضمن الحاجات اللي مش عجباني في الكتاب، ودي قليله جدا، ان صور ابيض واسود، بس دي بتخش في حته ثانيه، بتخش في حته الماديات، وان دار النشر عايزه الكتاب ما يبقاش غالي لان بالالوان بيغلى. طبعا صور الالوان بتوضح التفاصيل بشكل اكبر، خصوصا ان في حاجات منها مش في مصر بالظبط، فعشان كده هو بيني وبينك اغلبها للاسف الشديد مش في مصر. لكن ارجع واقول لك انا كراجل حابب للتاريخ بحب الصور الابيض واسود اكتر. هو الالوان دي انا بقول بالنسبه للقارئ العادي يبقى جذابه بالنسبه له شويه، لكن الابيض واسود انت لو تقولي لي يا بسام صور الهرم ابيض واسود ولا صوره الوان، هقول لك ابيض واسود. ليه؟ لان في الابيض واسود بيطلع لي ديتيلز وتفاصيل عندي في التاريخ وفي الاثار تفيدني اكتر. نرجع مرجوعنا للاكل، البلح والتمر والخس والخبز ذكر اكثر من مره في البرديات. انت يا سيدتي حضاره خبز، انا مسمي مصر دي كده السيفيلايزيشن اوف بريد. ليه؟ لان هم سموها ايه الغرب؟ سيفيلايزيشن اوف ستون، ودي صفه حلوه مش عايز المصريين يتضايقوا منها. ممكن جدا لما حضاره حجريه يعني. حضاره الحجر احنا خلينا الحجر ينطق بالظبط. في ناس ممكن تقول لك لا انا مش حضاره حجر، لا ده دي كلمه كومبليمون لك، دي حاجه بترفع من حضارتك ان انت حضاره حجر. انت طوعت الحجر ده لايه؟ وفي نفس وعملت بيه ايه؟ في نفس الوقت هو وقف قدام الهرم مثلا وقال قولته الشهيره، الغرب قال قولته الشهيره engineering the impossible، اي هندسه المستحيل. متخيله الجمله عامله ازاي؟ ايه ده اكبر دليل على ان هم كان بعد التطور وبعد التقدم وبعد مرور كل هذه السنوات العقليه بتاعتهم مش جايبه ايه الفكره الهندسيه او القواعد الهندسيه اللي تم انشاء هذه الطرز المعماريه عليها. مش عارفين عاجزين. انا بقول لك اهو في 2006 في القرن ال21 ما زال مهندسي الليزر والميزر ومش عارف مين لدرجه ان دماغهم جابت ان ده من الفضاء يعني وبداوا بقى يخشوا بقى في الحاجات الغلط الثانيه خرفوا من كتر ما هم شايفين اعجاز علمي يعني في فتره متاخره جدا. ركبت ازاي الحكايه دي؟ مش قادرين. يعني ايه 2 مليون و300 الف حجر في مبنى واحد؟ يعني ايه 6 مليون طن الا على مبنى بدون سنتيمتر واحد تحت الارض اساس؟ ده انت بتعملي عماره دورين بتنزلي 5-6 متر تعملي اساس تحت الارض. طب ازاي هذا الهرم الذي تعرض لحاجه اسمها ايرث تريمرز وحاجه اسمها ايرث موفمنت، حاجه اسمها ايرث كويكس، حاجه اسمها زلازل، في حاجه اسمها طبقات الارض والقشره الارضيه، الحاجات دي كلها ازاي اشتغل فيها المصري القديم؟ يبقى اذا لما باجي ببص على ده غير كمان ارتباطه بالفلك يعني ده كمان ان هو تعمل هندسه معماريه عبقريه وتربطها فلكيا بظهور نجوم وكواكب في تواريخ معينه. تحركات النجوم الثلاثه المشهوره في نظريه الاوراين او نظريه على الثلاث الاهرامات الصياد بالظبط كده. يعني ايه بقى حضاره خبز؟ يعني احنا برضو عايزين نفهم ان الرغيف العادي ده مش هو ده العادي، لا ده الرغيف الخبز المصري ده حدوته لوحده. ده نتاج بالصح كده، برافو عليكي. ده نتاج اللي انت بتاكليه دلوقتي ده، انا في رايي الشخصي المتواضع جدا هو نتاج لعدد غير طبيعي. انا جلست في احد المرات عندكم في ماسبيرو مع عالم موروث، قال لي احنا درسنا فوق ال100 نوع من الخبز في البيت المصري دلوقتي. هو اللي موجود في المتحف المصري في رغيف في المتحف، بس اللي هو شبه اللي بيقولوا عليه في الصعيد الشمسي تخين كده طيب عايزين تشوفوا احلى؟ انا بنصحكم تروحوا المتحف الزراعي بالدق. يا سلام. خلاص خشي جوه هتشوفي. جاهزين لدي بقى يا جماعه؟ اول رغيف حواوشي في التاريخ. يا سلام.
اول كرواسون في التاريخ، اتحدى، بنفس الشكل، بنفس شكل الكرواسون. فما تقوليش بقى كرواسون علشان الاتراك لما اتغلبوا عملوا مش عارف الاجانب عملوا ايه والاوروبيين عملوا على هيئه الهلال بتاع المسلمين، القصه الوهميه اللي موجوده على النت دي. كرواسون بكرواسون بالشكل بتاعه المنجلي دوت بنفس القصه. العيش الفينو ما اكثره، والباجيت بالذات، الباجيت الفرنساوي الطويل ده ما اكثره في مقابرنا. تملي تلاقي المتوفى ده في سيده متوفاه ولابسه الاوتفيت بتاعها التحفه اللي هو معمول من جلد الفهد. ودي الموضه دلوقتي، النمر وما النمر والتجر وما التجر وبتاع. الستات بتلبس دلوقتي جلد المناظر اللي بتشبه جلد النمر، وقاعده قدامها الترابيزه بتاعتها او مائده القرابين ومليئه بالارغفه الخبز اللي احنا بنسميه دلوقتي الباجيت بالفرنساوي او الفينو زمان. اللذيذ بقى ان انت لما تبصي كويس قوي على الخبز بتاع مصر القديمه هتلاقيه منقط ومخرم ومثقب ببعض الدوائر، يعني كمان خميره، بيعملوا نوع من انواع التخميره اللي بتتعمل. نقشه الكحكه بالظبط اللي موجوده في المعبد على الحيطه هي النقشه بتاعت المنقاشه اللي انت بتستخدميها. من خلال كتابنا النهارده عايزين نتكلم عن حاجه مهمه جدا. احنا عايزين يا استاذ بسام نتكلم عن اشهر الامراض اللي تم ذكرها في هذا الكتاب اللي كانت معروفه لدى المصري القديم. هل كان في امراض زي ما بنقول كده مستوطنه او متوطنه؟ هل كان في عدوى، حاجات معديه؟ هل كان في امراض نتيجه الطبيعه الجويه بتاعه البلد؟ عايزين نعرف الحاجات دي كلها مذكوره ايه في هذا الكتاب. كلمنا بروفيسور نان عن كثير من الامراض وكيف تم محاوله علاجها، وكيف كان الأطباء في مصر القديمة بيواجهوا هذه الأمراض، سواء كانت أمراض زي ما حضرتك ذكرت ممكن تبقى بيئية مستوطنة أو أمراض ناتجة عن ناموس وذباب، لأن تم ذكر ده كمان. وأيضا تم، لأن احنا عندنا مثلا بالهيروغليفية كلمة عفف يعني دبانة. عفف وعفف دي لما عفف عفف اللي هو تعالى يا ابني كل قبل ما الدبان يعف على الأكل. النوط العسكري الأول في تاريخ مصر في بعض الأحيان كان نوط أو نشان الذبابات الذهبية الثلاث، وكان اسمه نوط عفف. قال أحد المؤرخين تفسير عظيم جدا للموضوع ده: الذبابة هي أقوى مناور في العالم. مناورة هايلة، دي غلسة هايلة يعني تعرفي تمسكي دبانة؟ لا، أول ما تفتحي الكوباية من الدبانة بتجد الفتحة في ثانية وتروح طالعة جري، سريعة المناورة يمينا ويسارا وفوق وكر وفر، وده اللي أنت عايزاه من أي عسكري. من ضمن الأمراض اللي اتكلم عليها أيضا المصري القديم هي تاب جاس، يعني نص الراس. ونص الراس ده ممكن يترجم الآن على إنه يبقى المايجرين أو الصداع النصفي. أيضا تكلم على مرض، وده مفاجأة، ده هيجي لكم مفاجأة يا جماعة اللي أنا هقوله دلوقتي ده، لأن بصراحة أنا اتفاجئت بيه من كام سنة. مرض أطلق عليه المصري الآكل. هذا المرض هو التسمية المصرية القديمة لمرض السرطان. يا سبحان الله. لأن السرطان ياكل في البال في الأول إن هو زي الغرغرينة مثلا، لكن من المعروف إن الخلايا السرطانية اللهم عافي الجميع بتاكل. طيب، وبيقول لنا كمان ان المرتين اللي تم ذكر هذا المرض ده ما اتذكرش كتير في مصر القديم، لكن احنا عندنا حالات، يعني احنا عندنا حاله لسرطان الصدر، عندنا حاله لسرطان البلفس اللي هو الحوض والثايز اللي هي الفخاذ. وعلى فكره بالمناسبه دي من ضمن الحاجات اللي اتقالت على حتشبسوت. سؤالي انا بقى، كيف تعرف؟ ده احنا اللي بنجاوب على الاسئله دي المفروض. يعني حضرتك بتيجي تقولي هم بنوا الهرم ازاي؟ اقول لك لا، هم حنط ازاي؟ كل الاسئله اللي في بالك هو مرض خاص بالخلايا. فالخلايا دي عايزه ميكروسكوب وعايزه تحليل وعايزه ابحاث، وهم ما عندهمش الحاجات دي. برافو عليك. اولا المصري القديم لم يخترع العدسات.
تمام. لحد دلوقتي يعني لحد دلوقتي ممكن نكتشفها بعد كده ان هم في اخترعوها. فقاره تلاقي ميكروسكوب محطوط في يعملوها المقبره. والله. لا مش ما تستغربش. تمام. يبقى اذا نحن لدينا الان سؤال ما زال غموض وغرائب التاريخ المصري بيدق على البيبان وينقر على البيبان. ازاي مصري قديم عرفت اذا كان بالطبيعه هذا هو مرض السرطان، ازاي عرفت ان هذا المرض بياكل، وازاي بتقول عليه ان هو بينتشر وده شكل للخلايا، وده شكل الخلايا. بل اتقال في النص المصري القديم ان المصري القديم حاول يعالج المرض ده. متخيله كان العبقري هو ما عالجوش لكن حاول يعالجه باستخدام البلح. ده بقى يخلينا ان احنا الجزء اللي جاي نتكلم عن حاجه مهمه جدا، الجراحه لدى المصري القديم، ودي برضو هتكون مفاجاه ممتعه في الكتاب للاسبوع القادم ان شاء الله. ان شاء الله.